يلا نصلي على الرسول ونسمع قصة النهاردة. وقبل ما تسمعي القصة يا قلب أختك أو أنت تسمع القصة، حط لايك للفيديو عشان تدعمني. قصة النهاردة عن سلمى. سلمى عندها 32 سنة. سلمى بنت وحيدة لأب وأم على قد حالهم، بمعنى أصح ماشية معاهم كده على قد عيشتهم، مش قد كده مستواهم المادي والاجتماعي، مش قد كده. سلمى ليها ابن عم وحيد، مفيش اخوات ليه، بس عمها ده مبسوط جدا، حالته متيسرة قوي. وسبحان الله، ربنا ما بيديش كل حاجة وكل واحد يرضى بقضاء ربنا. ابن عمها نازل بنص عقل، او اللي هم فيهم شوية اختلال كده، ولا حول ولا قوة الا بالله، لكن شاب كويس وزي الفل. دي بس مشكلته. ابوه طبعا كان حزين جدا ان ابنه طلع بالمنظر ده، لانه ما كانش ناقصه اي حاجه، ربنا اداله من الخير كتير، بس للاسف ابنه طلع بالمنظر ده. وقتها ما فيش اي حد قبل بيه، ولا حد رضي يتجوزه، عشان طبعا عارفين ان هو دماغه على قدها، او هو ربنا سبحان الله خلق له الاعاقه دي. وقتها طبعا العم فكر ان هو ياخد بنت اخوه. ومن هنا بدأت المشكلة، إن أهل البنت بدأوا يفرضوا عليها ابن عمها، اللي هو طبعا كلهم عارفين حالته، وبدأوا يقولوا لها إن هو مرتاح ماديا، وهيبسطك وهيخليكي مبسوطة، وهتعيشي مرتاحة طول عمرك، وهو كدكتور نفسي كده، أو الدكتور قال مفيش أي عيوب فيه إن هو يقدر يتجوز ويخلف، وهتعيشي مرتاحة وولادك هيعيشوا مرتاحين. وبدأوا إن هم يحاولوا يقنعوا فيها. البنت كان ليها آمال تانية خالص وطموحات تانية خالص، كانت عاوزة تتجوز مجرد شاب طبيعي يقدر يعيش معاها حياتها ويحسسها إن هي مبسوطة، حتى لو أحوالهم المادية كانت على قدها، بس هي كانت نفسها تتجوز حد طبيعي، حد كويس مفيهوش أي إعاقة ذهنية أو أي مشكلة عنده. ودي كان كل طلباتها، لكن أهلها ضغطوا عليها كتير قوي. والمهم ان عمها برضو اتحايل عليها، وبدأ يقول لها ابن عمك مين هيشيله ومين هيهتم بيه غيرك، انت انا بعتبرك بنتي، اللي انت عايزاه انا هعمله لك. وبدأ يتحايل عليها كتير جدا. وقتها البنت قالت له ما هفكر، سيبوني هفكر. لكن ازاي يسيبوها تفكر؟ لا، بدأوا فعلا زن 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 لغاية البنت ما وافقت. وطبعا عشان سلمى وافقت، فهنا جات لهم فرصة قبل ما ترجع تفكر من جديد، عشان خاطر يحاولوا يستعجلوا ويلم الدنيا ويجوزوها له. عشان أهلها طبعا شايفين إن الولد عنده، أبوه ما حلتوش غيره، وعنده ورث كتير، وعنده بقى يعني حالته متيسرة، وهيرفعهم من الفقر بمعنى أصح، ويعتبر ابن عمها، والبت تعتبر اتاخدت كبش فدا، عشان طبعا أهلها طماعين. المهم ان هو خلاص حددوا وكاتب بالكتاب والدخلة في اسرع وقت ممكن. وطبعا وقتها الولد ما كانش، الشاب ما كانش عارف اي حاجة في دنيته. وقتها جم الشباب اصحابه اللي هم قرايبه من العيلة، وقعدوا يفهموه يوم فرحك تعمل ايه، وجابوا له عروسة لعبة بحيث ان هم يفهموه عملي انت ممكن تعمل ايه. وكانت هنا الكارثة اللي مش ممكن حد يتوقعها، ان هم طبعا شرحوا له على العروسة اللعبة انت ممكن تعمل ايه في فرحك، وما تخش طبعا هتعمل ايه، وبدأوا يوروا له، عشان هو طبعا مش فاهم اي حاجة في اي حاجة، وزي ما قلنا ان هو عقله على قد. عدى الفرح وراحوا بيتهم ودخلوا شقتهم، وهي طبعا عارفة ان حالته على قد ودماغه مش مساعداه، فبدأت ان هي تساعده وتغير له هدومه، وبدأت ان هي تتعامل معاه كويس. ويا دوبك قالت له طب بص انا هخرج اغير هدومي وهرجع. وخرجت تغير هدومها في الحمام ورجعت وشافت الكارثة اللي ما كانتش ممكن تتخيلها. لقت جوزها اللي هي لسه مروحة البيت معاه عروسة بلاستيك، مقلعها كل هدومها، ما خفيهاش اي هدوم، وهو كمان من غير ملابس خالص، وبيعمل في العروسة حاجات غريبة الشكل. هي اتصدمت من المنظر. طبعا اللي شافته ده اللي كان جوزها، اللي كانوا طبعا بيتكلموا معاه شباب اصحابه ان هو يعمله، لكن للأسف ان هو خد العروسة معاه الشقة وعنها، وبدأ ان هو يطبق الكلام ده على العروسة البلاستيك مش على مراته، اللي هي المفروض دلوقتي ان هما الكلام كان عليها ما كانش على العروسه. هو ما فهمش حاجه زي دي، وما جالوش استيعاب ان هو يعمل كده، لا عمل كده مع العروسه البلاستيك، عشان خاطر هم علموه على العروسه. ما كانوش طبعا، ما كانش طبعا فاهم اي حاجه، احنا قلنا ان دماغه على قدها. ومن هنا بدأت تصرخ وتقول له انت بتعمل ايه وايه اللي انت بتعمله ده؟ قال لها انت مالكيش دعوه، دي مراتي. قالت له انا اللي مراتك مش هي، ايه اللي انت بتعمله ده؟
المهم إن هي من يوم دخلتها ومن يوم فرحها كده خلاص عرفت إن هي حياتها استحالة هتعيشها طبيعية زي أي بنت، ولا استحالة هتعيش وقت من البنات بتعيشه، لأن هي خلاص كده تعتبر حياتها بالنسبة لها انتهت. بدأت تحاول تتفاهم معاه وتعلمه بالراحة، وبدأت طبعا تقول إن أنا يعني عشت وقت إن أنا اللي بقول له اعمل إيه، وأنا اللي بقول له كنت نفسي أنا يعني أتعامل زي أي بنت، وأنا اللي ألاقي مثلا جوزي هو اللي بيقول لي هو اللي لكن أنا كنت معايا طفل عقلية طفل، أنا اللي بحاول أقول له اعمل إيه وما تعملش إيه، أنا اللي يعني اتشال حيائي كبنت إن أنا أتكلم معاه في كل حاجة. اتشالت من أحلى حاجة في حياتي إن أنا أحس إن اللي قدامي بيقدر يفهمني ونقدر نوصل لحاجة كويسة مع بعض. بقيت حاسة إن أنا معايا عبارة عن طفل وبعلمه كل حاجة في الدنيا، وقلت خلاص والدنيا بتعدي وبتمشي، وابن عمي ولحمي وهوديه فين، ما هو لازم أنا استحمله ولازم أنا أشيله. ومن يوم ما بدأت أحاول إن أنا أخرج معاه مش عارفة أخرج، أحس إن أنا في أماكن عامة مش عارفة أتعامل معاه، مش عارفة أعمل أي حاجة في دنيتي، وحاسة إن أنا كل الوقت ما بيعدي مش قادرة أتأقلم على الموضوع ومش قادرة أحس بأي حاجة، وإحساسي كعروسة اتلغى. دلوقتي أنا حاسة إن أنا يعني كنت حاسة إن أنا كنت خلاص حياتي كده تعتبر ضاعت. عدى شهر واتنين من جوازنا وبدأت اخد ان ده امر طبيعي ولازم احاول ان انا اعديه ولازم اتأقلم عليه، لان هو خلاص ده قدري، ويعتبر هو انا ما فيش في الدنيا غيري، انا الوحيدة اللي لازم اخلي بالي منه. وفعلا بدأت اتكلم معاه ونقرب من بعض، وبدأ ان هو يتعامل معايا كزوج. وخلاص بدأت إن أنا عدى شهر اتنين تلاتة ولقيت نفسي حامل. وهنا كنت طبعا بدأت أتعلق بيه لأن هو تلقائي جدا وكان بيتعامل بتلقائية، مفيش على قد ما هو عقله كان عقلية طفل إلا إن هو كان بيتصرف بطيبة غريبة جدا، وكنت حباها بدأت أتعلق بيه، وبدأت أحس إن هو ابني مش جوزي. وخلاص وبدأت إن أنا أتجه لربنا وأقول يا ربي يكون هو عوض ليا، يا ربي احاول ان انا اساعده. وخلاص ارتضيت بيه وسلمت امري لله. ولما جت المفاجأة ان انا حملت، وبعدها جيت بحاول ان انا افرحه وبقول له اني جايبه نونة صغيرة عشان تلعب معاها. وهنا كان رده غريب قوي وكنتش فاهمة بيقول ايه، لكن لقيته بيقول لي ولد ولا بنت. فانا رديت عليه بكل تلقائية وقلت له لا بنت. قال لي لا انا عاوز ولد. قلت له لا بنت، بنوتة جميلة، مش عاوز بنوتة ليه؟ لقيته معترض ورافض تماما فكرة ان هي تكون بنت، وان هو عايز يخلف ولد. بقيت مستغربة هو يفهم ايه بين الولد والبنت، دي حاجة بقيت مستغربة لها ومندهشة منها جدا. عدى شهر والتاني بدأت بطني تكبر، ولقيته مرة واحدة بقى يجري على المطبخ ويجيب سكينة وبيجري بيها ورايا. لما بصيت له كده وبقيت مستغربة وبصرخ وبجري عايزة أعرف فيه إيه، لأن هو طبعا مهما كان دماغه مستواه العقلي أقل مني بس هو قوي عني. بقيت باجري وهو بيجري ورايا ومش عارفة هو عاوز يعمل ايه. ولما بصيت له بسأله من بعيد انت عايز ايه، ودخلت وقفلت على نفسي. قال لي انا عاوز اطلع البنوتة اللي عندك دي واحط مكانها الولد اللي في ايدي ده، انا جبت ولد، انا عاوز احط الولد ده في بطنك واطلع البنوتة اللي في بطنك. وهنا بقيت مفزوعة ومش عارفة اعمل ايه، اصرخ ولا انادي بحد ولا اتصل ولا اعمل ايه. وفعلا خدت التليفون وجريت جري واتصلت بباباه اللي هو عمي، وجي جري وقعد يهديه وقعده وقعدنا نتكلم. وهو قعد يحاول ان هو يعقله ويفهمه ايه البنت وايه الولد ومفيش اي مشكله، انه كنت بالعكس دي حاجه كويسه. وقعد يكلمه كتير، بس من وقتها وانا بقيت خايفه، بقيت خايفه ان انا حتى انام جنبه في المكان اللي هو فيه، بقيت خايفه من اي تصرف، بقيت حاسه ان جسمي كله بيرتعش اول ما احس ان هو بدأ حتى يعلي صوته من ساعه الموقف ده. بقيت مش عارفة أعمل إيه، مش قادرة إن أنا أسيبه ومش عارفة إن أنا أكمل، وبقت كل حياتي رعب في رعب. عدى فترة واتنين وبعدين لقيت إن هو بيهدى وبيحاول إن هو يبقى كويس ومتماسك عشان ما يخوفنيش. ولما تميت ال8 شهور حمل كانت خلاص بقى بطني بدأت تكبر، ولقيته رجع تاني يقول لي انا ايه رأيك لو انا اللي ولدتك. بصيت له كده وقلت له ازاي؟ قال لي هجيب السكينة وهفتح بطنك وهولدك. لقيت نفسي رجع لي الرعب تاني من اول وجديد، ومش عارفة اتعامل معاه، ومش عارفة اعمل اي حاجة، وخايفة على نفسي وخايفة على اللي في بطني، ومش عارفة اقول ايه ولا عارفة اروح لمين، ولا لاقي اي حد ينصفني ويقف جنبي ولا يقول لي مشكلتي دي اعمل فيها ايه وهو اعمل معاه ايه.
وقتها حماية اللي هو عمي ووالدته قالت لي خلاص يا بنتي روحي اقعدي عند أهلك عقبال ما تولدي وتطمني على نفسك وبعدين ابقي تعالي، يمكن هو لما تبعدي شوية نحاول نخوفه ونعرفه إن هو كده عمل غلط، ويمكن لما ترجعي له بالنون الجديد يمكن ده يغير حاجات فيه ويمكن يبقى كويس. وفعلا سمعت كلامهم ورحت عند أهلي، ورحت عند أهلي وولدت عندهم، قعدت عندهم الشهر اللي أنا فاضل لي في الحمل وولدت عندهم. ورجعت، رجعت ببنتي، ولما رجعت بيها بدأ ان هو يلعب معاها وكان حلو جدا وبدأ ان هو مبسوط بيها، وكنت جايبة شوكليلات من بتاعة الأطفال دي اللعب الصغيرة اللي بتتذمر بيها، وفعلا كان طول الوقت قاعد كنت فرحانة جدا، وكنت الفرحة مش سايعاني ان انا بس لقيت حد يلاعب عني بنتي عقبال ما اخلص اي حاجة بعملها. وكانت عقدتي خلاص انحلت ان انا كده ما بدأتش اخاف منه، وكنت خلاص الدنيا كويسة، وقلت لما بنتي تكبر هيكون خلاص هو كان بدأ ياخد عليها وهيبقوا صحاب، وهم يعتبر هو عقليته عقلية طفل، فهيقدروا يتفاهموا مع بعض، وهيبقى بالنسبة لي الدنيا كويسة قوي. لكن فوجئت بإن أنا مرة كنت في الحمام وطلعت لقيته شايل بنتي في البلكونة وعمال يهشك فيها وحاططها على حبال الغسيل، وبيقول لي ان انا شفت على النت بيعلقوا بالونات في الطفل وبعد كده بيسيبوه هو البالونات بتشيله، اللي بيشوفه في التليفون بيحاول يقلده ويعمل كده في البنت قدامي. بقيت زي المجنونة بجري وبلحق بنتي قبل ما تقع تحت، وما بقيتش عارفة اعمل ايه، وبقيت خلاص حسيت ان انا جالي هستيريا وتربالي الرعب تاني من جديد. أرجوكم قولوا لي حل، قولوا لي أعمل إيه. كل جوازي منه ده كان غلطة أنا غلطتها، وهم أهلي أنا مش قادرة أقول إن هم السبب ولا أنا كنت السبب عشان أنا وافقت، بس وافقت بعد ضغط، ودلوقتي أنا مش عارفة مصير بنتي هيكون إيه. أنا مصيري خلاص عرفته، لكن مصير بنتي اللي لسه ما شافتش الدنيا، اللي تعتبر لسه دنيتها على قد دنيا طفلة مش فاهمة حاجة في دنيتها، ده ممكن يعمل معاها إيه أو ممكن يوصلها لإيه. هل أنا أكمل معاه أو أسيبه وأكتفي باللي راح في حياتي وحياة بنتي وآخدها وأبعد عنه؟ أرجوكم أفيدوني، أنا خلاص كده تعبت. أهله وأهلي ضبطوا الورق وكل حاجة بالنسبة لجوازنا، أي إعاقة كانوا بيشيلوها، حتى الورق الرسمي كانت كل حاجة بتمشي بالفلوس، حتى المأذون خد فلوس جد كتير جدا عشان يجوزنا وجوزي بالحالة دي. قولوا لي أعمل إيه وأروح فين؟ قولوا لي أنا دلوقتي مصير بنتي ممكن يكون إيه؟ هل أرجع له وخلاص كده واحاول ان انا اتعامل معاه بالراحة واجرب تاني، ولا كده خلاص اسيبه وابعد عنه واكسب حياتي وحياة بنتي؟ ارجوكم فيدوني.